السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة. معكم ليلى براقلم. مرحبا بكم مجددا في وصفة جديدة إن شاء الله. اليوم اختاريت أنني ندير لكم هاد البطيبطات اللي عامرين بواحد الحشوة جد مميزة، كتحضر في وقت وجيز وكتجي بنينة بزاف. فصراحة غادي تعجبكم، فنخليكم مع المقادير. بالنسبه للعجين فانا كناخذ كميه ديال الفرز نفسها كميه ديال الفينو او القمح الكامل يكون مغربل من النخاله ديالو، وكنضيف له شويه ديال الخميره، شويه ديال سنيده والملح على حسب الذوق. هنا الا كثرتو فماشي مشكل، بطبوط صغير يعني الا شاط لكم بامكاننا نديروه في الفريغو، كيبقى مزيان. الوقت اللي غادي نحتاجوه نخرجوه نسخنوه ونعمروه بالحشوه اللي بغينا. اذا غنجمع العجين بالماء الدافئ، وضروري خاصني ندلكو. خليت العجين ديالي تقريبا ربع ساعه. من بعد ما ارتاحت غادي نقسم العجين الى 2 كرات، وكل كره غادي نسرحها بالمدلك وغادي نقطعها بالقطاعه الدائريه، يعني باش يجينا بطبوط صغيور. وغادي نديرها في شي لاطه اللي يكون مرشوشه بالدقيق ونخليها تخمر، ولكن ما تفوتش التخمر ديالها باش ينجح لينا البطبوط. يعني هذا سر من اسرار البطبوط باش يتنفخ لينا، هو ما يخمرش، ما خصوش يخمر بزاف، وكذلك خاصو يكون مدلوك وتكون العجينه مرخوفه باش يجينا البطبوط رطب. وصافي غادي نبدا نطيب فيه، وغادي نمشيو باش نشوفوا المقادير ديالو. الحشوه اللي غادي نحتاج واللي هي مميزه عندي هي واحد شويه ديال الذره، نص كاشير محكوك. هنا خديت الدجاج اللي قليته شي شويه في الزيت والملحه والابزار. بامكانكم تستبدلوه بالطون، ولكن انا ما كانش متوفر عندي الطون فدرت الدجاج، فجاني رائع جدا. حكيت خيزو وحده، خياره وحده، شويه ديال الزيتون ودانون مسوس. دانون مسوس كذلك بامكانكم تستبدلوه بالمايونيز. اذا غادي ناخذ جبانيه كبيره وغادي نضيف هذه المكونات كامله في مره.
وهنا غادي نضيف دانون مسوس. انا ما كانش متوفر عندي مايونيز، مؤلفه كنديرو في الدار ولكن ما تقاده، فضفت دانون مسوس اللي ضفت ليه واحد معلقه ونصف ديال الحامض، شويه ديال الابزار وشويه ديال الملحه. وغادي نخلط هاد المكونات كامله تنسجموا مع بعضياتهم صافي، والحشوه ديالي غادي تكون واجده، يعني ما كاينش ما سهل منها، يعني واجده باش نعمر بها البطيبطات ديالي اللي طيبت. صافي هنايا كناخذ البطبوطه ديالي تنحلو وتنعمرو بهذيك الحشوه، تنوضعو. نقدر نزينو بصلصه الكيتشاب، نوضع شويه ديال مطيشه وشويه ديال الخيار من الجناب، وهذا الطبق ديالي كيكون واجد صراحه، تيجي بنين بزاف. كنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم، وكنتمنى كذلك انكم تشجعوني بلايكاتكم وبتعاليقكم، وإلا اول مره كتشوفي القناه فاشتركي في القناه وضغطي على الجرس باش يوصلك ديما الجديد ديالي، وان شاء الله نكون عند حسن الظن ديالكم ويعجبكم الوصفات اللي تنحط. وما بقى ليا الا نقول لكم دمتم في رعايه الله والى اللقاء.